ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهاردة. طبعا لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمة اشتراك تحت الفيديو. ويلا بينا نبتدي الفيديو. النهاردة فيديو مشتريات الشهر. انا حبيت انزل لكم الفيديو قبلها بكام يوم يعني وكده، علشان اللي حابب ياخد افكار قبل ما يجيب مشتريات الشهر يبقى عنده كده ايه افكار حلوة. آه يقدر يعني ايه ياخد منها افكار حلوة تعجبه يعني وكده. اول حاجة عندي لحمة مفرومة، يعني دي لحمة مكعبات. انا بطلت اشتري لحمة مفرومة من بره، بصراحة بحسها مش بيديهالك لحمة صافية يعني وكده. وبيكونوا حاطين عليها اوقات برغل او فول صويا او دهن كتير. فبصراحة بقيت بشتري لحمة بلدي وهي انا افرمها على ايدي في البيت. دول كانوا نص كيلو، يعني قسمتهم كده ربع وربع، حطيتهم كده ايه في الاطباق. دي كانت اول حاجة معايا 2 كيلو كده من اللحمة، هقسمهم على 4 مرات، على 4 مرات في الشهر. إيه يعني ممكن دول ما تكونش، يعني انا اوقات لو احتجت بجيب. طبعا علشان احنا بنحب الفراخ اكتر من اللحمة، فطبعا انت تكتري في الحاجة اللي انتوا ايه بتحبوها. مش فاكرة دول 2.5 او 3. يعني هم 3 كيلو كانوا كلهم على بعض، نص طلعتهم مفروم و ودول 2.5 هيطلعوا معايا 5 وجبات. انا بعمل في الوجبة نص كيلو، هنقسمهم يعني حوالي كده نص بيكون. بس بقسمهم انا، يعني بجيبهم قطع حية وبقسمهم انا على ايديا يعني ايه في البيت، علشان يعني بحط بقسمهم بعدد الوجبات بالحتت، بالقطعة يعني وكده. وبحط عليهم يعني الدهنة بقسمها عليهم. يعني ايه بظبطهم زي ما زي ما انا محتاجاهم يعني وكده. طبعا لو انت بتحبي الفراخ اكتر في الشهر كتري من الفراخ وقللي من اللحمة. لو انتوا بتحبوا البط مثلا ممكن تجيبي بطاية يعني وكده، وتقللي من اللحمة والفراخ. بصي يعني شوفوا انتوا في البيت بتحبوا ايه واشتروه، وعلى اساسه قسموا الوجبات بتاعتكم. يعني احنا ما يعني انا جوزي ما بيحبش البط ولا الوز ولا الحاجات دي خالص، ولا الديوك البلدي ولا الفراخ البلدي ولا الكلام ده. اخر لحمه وفراخ بيضه، فبضطر ان احنا نجيب لحمه وفراخ بيضه، وما بنجيبش الحاجات التانية. بس يعني ممكن كل فين وفين كده مره ممكن نجيب بطايه كده نحشيها. بس مش بصفة كل شهر، يعني مرة كل 3 4 شهور كده مثلا. فعشان كده احنا بحاول نكتر على في الحاجات اللي احنا بنحبهم، يعني بنحبها وكده. يعني بقسم كده اللحمة بتاعتي، وكانت بصراحة السكينة بتاعتي يعني تلمة شوية فتعبتني خالص في التقطيع، فكانت عايزة تستنى وكده. ودي حتة الدهنة بتاعتي هقسمها. زي ما قلت لكم احنا بنقسم على حسب الوجبات بتاعتنا. بس هنا انا قسمت اللحمه بتاعتي، يعني قطعتها كده كلها. زي ما قلت لكم برضو تقدري برضو لو انتي مش في مقدرتك تجيبي لحوم بلدي، ممكن تستبدليها، او انتي حابه تكتري في الوجبات بتاعتك، فممكن تجيبي لحوم مجمده وتقللي وتكتري يعني وكده، لانه طبعا فرق البلدي من المجمد بيكون فيه فرق سعر. ففي كمية يعني هتطلع معاكي، وممكن بتمنها تجيبي او تزودي في الوجبات لو انتوا بتحبوا اللحوم المجمدة. لكن بصراحة يعني انا هتكلم عن نفسي وكده، احنا ما بنحبهاش، فبنجيب لحمة بلدي يعني بتكون افضل يعني وكده من اللحوم المجمدة بكتير. بس هبتدي كده يعني دول هيطلعوا معايا 4 وجبات، وتقريبا هتكون في وجبة في على البلانشة مش فاكرة، يعني انا هشوف معاكم لانه انا مش فاكرة بصراحة انا قسمتهم ازاي. فبشوف معاكم في الفيديو كده. طبعا احنا 4 افراد، فانا بقسم على اساس ان احنا 4 افراد.
طبعا لو جاني اي حد او عندي ضيوف مثلا او في حد هيتغدى عندي في البيت، ممكن بدل ما بطلع طبق مثلا بطلع طبقين عادي، يعني مثلا لو عندي كمية ناس وكده، فبدل ما بطلع طبق بطلع طبقين، وبالطبقين مثلا اعوضها، مثلا اشتري انزل اجيب تاني، يعني جوزي ينزل يجيب واحط مكان الطبق الفاضي بتاعنا. يعني او اوقات بنشتري من الاول للاخر، يعني للعزومه كده ايه طازه جاهز في وقتها. بس يعني ايه بقول لكم على حسب. اهو اتقسموا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هعينهم كده في الفريزر. وهنا بوريكم ان انا قسمتهم وحطيتهم اهم بالشكل ده، طلعوا معايا 6 وجبات. حلوين جدا. بصراحة كمية الطبق حلوة. قطعتهم بشكل كويس، وقطع مش صغيرة ولا كبيرة قوي، قطعة متوسطة. وحطيت على كل واحد كده قطعة من الدهن، علشان تعمل لي شوربة حلوة لما اجي اعمل طبيخ يعني، وكده بتكون بتحلي الطبيخ جدا طبعا. فقسمتهم بالشكل اللي انتوا ايه شايفينه ده، طلعوا معايا 6 وجبات. ودي هتكون يعني ايه اللحمة بتاعتي. هدخل بعد كده على الفراخ. دول تقريبا كانوا فرختين، فرختين، مش فاكرة 2 ولا 3، مش يعني تقريبا 2. وكان قسمتهم، حطيت كده فرخة كاملة حطيتها في طبق متقطعة وجاهزة. دي هنعملها في يوم كده ايه لوحدها. وباقي الفراخ التانية انا قسمتها وحطيتها ايه في اطباق. بس ما جبتش معاكم، يعني هو المقطع مش عارفة ما جاش ليه، بس هو متصور. وقسمت هنا السمك بتاعي على 4 وجبات. كل وجبة فيها قطعتين كبار، يعني حلوين جدا. لان انا معايا العيال ما بياكلوش السمك خالص وما بيحبوش نهائيا، يعني ميت ما اعمله ما مستحيل، مع اني بعمله حلو جدا، بس معايا ابني ما ريحته كده ما بيحملهاش. هنا الرز كان اتفتح معايا الكيس اتخرم يعني وكده. فنزلت كده كل علب الخزين بتاعي، علشان كده ايه اعبيها معاكم. بصوا هنا بوريكم شكل الدولاب كده، لا يسر عدو ولا حبيب زي ما انتم شايفين. وبدأت كده ارص العلب بتاعتي وبفرزها وبشوف ايه هنا وايه محتاجاه وايه مش محتاجاه، علشان كده ايه ابتدي ارص كل حاجة انا جبتها، اضيفها كده على الحاجة التانية بتاعتها يعني وكده. يعني هنا عبيت العدس، مع العدس كان عندي شوية وكنت جايبة ربع كيلو، ضفت عليه الربع. وهنا بوريكم جبت علبتين بسكوت، برضو البسكوت ده حلو جدا 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 في الفطار كده، عليه طبقة شوكولاتة، وعايزة اقولكم حلو جدا. آه، او هنا كان عندي حبة ملوخية في الكيس برضو فضيتهم. هنا الشعرية كانت خلصانة من عندي، فبصراحة هحتاج ان انا اجيب شعرية، علشان انا نسيت يعني ما اجيبه كده. برضو فضيت كده الرز، بحب اعبيه كده في العلبة الكبيرة دي. ولميت طبعا اللي وقع على الرخامة، مش هرميهم طبعا خسارة، يعني حرام بجد. والرخامة كده كده نضيفة يعني، وانا متأكدة من نظافتها يعني وكده. جبت سمنة علشان السمنة اللي عندي كانت خلصت، وجبت ازازتين زيت، وجبت كيلو فول بلدي، وجبت بقسماط، وجبت فايش من الفايش يعني قالوا كده، جبت مربى، وجبت كمان حمص. وبدأت كده ان انا ايه افضي معاكم كل الحاجات دي وارصها في المنظمات بتاعتها. بصراحة البرطمانات الازاز دي بتنفعني جدا، انا بشتري فيها مخلل يعني وكده، فمبرضاش ارميها. بصراحة حلوة جدا وبتكون نظيفة، والماتيريال بتاعها حلو جدا، فبستخسر ان انا ارميها. فبحب احتفظ بيها يعني ايه بالبقوليات وكده. جبت المكرونة هفضي كده، كان في عندي كيس في حبة فضيته وفضي عليه بقية نوع المكرونة التاني. وهنا كان عندي فيجيتار حار برضو فضيته في البرطمان الازاز ده، علشان لو عملنا كوكي او كنتاكي او ستريبس اي حاجة فبحتاجه بصراحة، او بانيه يعني بينفع يعني. وهنا معايا الفول فضيته في البرطمان بتاعه. وهنا هكمل باقي على المكرونة دي، علشان ايه تاخد معايا يعني باقي الكمية وكده. هنا هرص الحاجة بتاعتي او هوريها لكم يعني وكده.
جبت كوفي بريك، جبت علبتين بس في علبة اتفتحت يعني وكده، ودول كانوا الحبة اللي باقيين منها. جبت زيت اللي هو الهدية ده حلو جدا، وسمنة الهانم الصفرا طبعا حلوة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم اشتريت دي وهي الطاسة دي من يعني بتاع المنظفات وكده، بتاع المواعين يعني وكده. كان بيبيعهم، فكنت بصراحة عايزة حاجة أعلى فيها المفاتيح فعجبتني فاشتريتها، واشتري لقيت الطاسة دي حلوة بإيدين كده فقلت اشتريها برضو. او كان سعرهم حلو يعني، كانوا عاملين 60 جنيه الاتنين مع بعض. اللي بتاعت المفاتيح بعام كانت عاملة 20، والتانية كانت عاملة 40. وهنا جبت كرنب، وجبت هنا خس، وطبعا جبت خضار طبعا، جبت بتنجان وطماطم ويوستفندي وخيار وبصل اخضر وجزر وبطاطا، وكمان جبت بصل. عايزة اقول لكم بجد البصل شايف نفسه جدا في السوق، الكيلو وصل 50 جنيه يعني. نعم، ليه كيلو البصل ب50 جنيه؟ انا افتكر كنا بنجيب الشكارة كده كاملة كلها ب75 جنيه. بجد بجد يعني رحمتك يا رب، يعني لما كيلو البصل يوصل 50 جنيه يبقى يعني الواحد مش عارف يقول ايه، بجد 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 يعني. إيه اسعار خزعبلية بجد يعني. البصل الناشف انا سألت عليه في السوق ب50 جنيه. إيه واللي طالع جديد شوية ب25، وبالعافية، والتجار مش عايز تبيعه اصلا. فبصراحة يعني الموضوع بجد يعني حاجة تحير كده بجد يعني. وهنا بجيب كده الكرومبة، ولما تيجوا تشتروا كرومبة ما تشتروهاش كده كبسة قوي ومحملة، علشان ما تتعبكيش في الورق يعني وكده. اشتريها كده ايه خفيفة وحلوة، علشان ما تتعبكيش يعني في التسوية وكده. وهنا فصصتها كده كلها، بحط كده مية على النار، بحط فيها كمون وشوية زيت بس وشوية ملح، مش بضيف اكتر من كده. وبحط دايما في حلة كبيرة علشان اخد راحتي في التقليب، يعني ايه ما تتعبنيش وكده. وبخلي طبق كده جنبي، بسقط كده الكرنب، واللي بيستوي بطلعه وبشيله يعني ايه في المصفى. طبعا هو ما بياخدش وقت، لان كرنب الشتا بيكون معدي ميه كتير، فمجرد ما بيتسلق بيكش كده وبتلاقيه اتسلق بسرعة، غير الكرنب بتاع الصيف بيحتاج سلق كتير. فبصراحة كرنب الشتا ما بياخدش سلق يعني كتير معاكي، يا دوب كده حاجة بسيطة وبيطلع. هو اصلا لما انت بتضيفي عليه او بتشيلي وبتحطي الورق فوق الورق بيكمل يعني السوا بتاعه، مش بيكمل، لا، السخونة بتاعت الورق بتسخن الورق اللي تحتيه فبيكمل سوا يعني وكده. وطبعا لو انت هقولك يعني لو الكرنب بتاعك الرز بتاعه ما بيستويش كويس معاكي، لازم تسلقي الورق كويس، علشان المية توصل، الورق يتشرب المية فيسوي الرز من جوه. وكمان لما ترصيه اديله براحة كده في الرص، علشان المية توصل، او الشوربة اللي انت هتسقي بيها الكرنب توصل لكل الرز وصوابع المحشي بتاعك يعني. بس هنا ايه بسقط كده في الكرنب حبة كده ورا حبة، إيه يعني لحد ما اخلص كده كل الكمية بتاعتي. وبعدين كده في الطبق كده جنبي، وبعد كده بلفه وبقطعه. مش عارفة هاجي معاكم هنا انا وبقطعه وبشيله ولا مش هاجي. انا مش فاكرة اصلا انا قطعته ولا ما قطعتهوش، علشان مش يعني انا مش فاكرة بصراحة. انا لان انا اوقات بقطعه واوقات لا، يعني على حسب ايه المجهود بتاع اليوم يعني كان نتيجته بس. وهنا بشيله يعني يدوب بياخد غلوة كده، وبلاقيه دبل كده في المية، وبشيله على طول. طبعا ليه بحط كمون بيديله ريحة حلوة، كمان بيشيل الغازات اللي فيه. والملح مادة حافظة، والزيت بيخلي الورق بتاعي كده بيلمع وحلو وما بيبصش يعني برضو كمادة حافظة ليه. فبصراحة بحب كده احط نقطتين كده زيت مش كتير، انا بحبه بصراحة.
وهنا قطعت البطاطا غسلتها كويس جدا، وهي دخلها الفرن. قلت كده نعملها كوجبة عشاء، يعني ناكل منها كده بعد العشاء او نتعشى بيها لما نشوف يعني وكده. و برضو اشتريت مشابك جديدة، وطبعا لما بشتري مشابك جديدة بحب جدا جدا ان انا احطها في المية علشان بتمسك نفسها اكتر، يعني ما بتفلتش بسرعة. وبس، وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم. بس وهنا بوريكم برضو ان انا جبت لبن بودر. طبعا ما بستغناش عنه في البيت، وجبت بيكنج باودر وخميرة، وجبت مكعب واحدة مرقة كده ب10 جنيه، اللي هي مرقة خضروات. وجبت شوية حمص برضو، مش عارفة هما تقريبا كانوا نفس الحمص اللي انا فضيتهم في البداية. وجبت عيش عشان ما كان العيش خلصان من عندي، جبت 3 اكياس كده من العيش.